السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة جايين نتكلم عن واحد من أكتر المسلسلات المنتظرة في رمضان 2025 وهو مسلسل سيد الناس. لو كان الموت كفاية كان ربنا عاقب بالناس مش بالعذاب. ما كانش خلق جهنم. كل اللي عايز تعرفه عن مسلسل سيد الناس هو ده اللي احنا جايين نتكلم فيه في حلقتنا النهارده. قبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، اعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. النار هتحرق لحم الكل ومش هتسيب حتى رماد. كل اللي اعرفه ان هعمل حاجه جديده نوفي. كل ما بشوفه قدامي بشوف كسرتي وقلة كرامتي. بكرهك. مسلسل سيد الناس واحد من المسلسلات المنتظرة بشدة، مش بس لمجرد انك مستني قصة واحداث. فكرة انك بس تسمع ان في مسلسل هيتم عرضه في رمضان من اخراج المخرج محمد سامي ده في حد ذاته يخليك مستني المسلسل. فكرة وجود فنان كبير جدا زي الفنان عمرو سعد ده في حد ذاته، والتعاون ده وده اللي يعتبر التعاون الاول اللي يجمع الفنان عمرو سعد محمد سامي يخليك متحمس جدا وازاي هيقدموا المسلسل ده. قبل ما نخش في تفاصيل المسلسل تعالوا الاول نتعرف على ابطال فريق العمل. مسلسل سيد الناس من بطولة كل من مع حفظ الالقاب للجميع عمرو سعد وخالد الصاوي، احمد رزق واحمد فهيم، الهام شاهين ونشوى مصطفى، منى فضالي وسلوى عثمان، احمد زاهر ورنا رئيس، انجل مقدم، بشرى وريم مصطفى ويوسف رأفت وملك احمد زاهر، جوري بكر. طبعا المسلسل من تأليف الكاتب والصحفي خالد صلاح والمخرج الكبير محمد سامي، وان المسلسل هيتعرض على قناة MBC ومنصة شاهد، وان الاثنين عرضوا الاعلان الرسمي للمسلسل وده اللي هنتكلم عليه قدام. طبعا المسلسل يتكون من 30 حلقة. تعالوا نتكلم عن قصة واحداث المسلسل. تدور احداث مسلسل سيد الناس حول شخصية جرحي اللي بيجسدها الفنان عمرو سعد بعد وفاة والده. لكن قبل وفاة والده بنبقى عارفين ان عمرو سعد في السجن، بيعرف خبر موت ابوه وهو في السجن، ولما بيخرج جرحي من السجن بيكتشف وبيجد نفسه امام واقع وحياة جديدة، مفتاح غامض وثروة ضخمة جدا وماضي مظلم وخصوم واعداء مش بيرحموا. وده اللي بيخلي جرحي يخوض صراعات محفوفة ومليانة بالمخاطر لحماية ارثه وعائلته، وتتتابع الاحداث على مدار الحلقات. قصة المسلسل اللي قلناها دلوقتي مرتبطة جدا بالاعلان اللي اتعرض، ان احنا بنشوف الفنان عمرو سعد في اول الاعلان موجود في السجن او في الحبس وبيسأل ايه اللي حصل. انا عايز اعرف اللي حصل. وبعد كده بنشوف ان الفنان احمد فهيم جاي له وبيقول له بيوجع فراق الحبايب، واكيد ان الوقت ده هو اللي بيعرف فيه خبر موت ابوه. وبعد كده بنشوف مراسم الدفن، وبعد كده بنشوف الفنانه ريم مصطفى مع ذاته، وبنشوف الفنان احمد رزق وهو موجود وشايل تابوت. بعد كده بنشوف ان واضح ان الفنان احمد زاهر بيتحقق معاه وبيسال ان هو انا متهم؟ لما بنمشي شويه بالاعلام من الواضح ان هيبقى في صراع عائلي، وهل ابوه ده مات موته طبيعيه ولا في حد من العيله تسبب بموته عشان بقى الورث. لكن المشاهد اللي شفناها في الاعلام بتوضح ده، ان في صراع داخلي في العيله هيحصل، وان جرح هيحاول يستكشف ويعرف الدنيا دي، وهل هيكون ليه اخوات وهيكون في بينهم صراعات ومشاكل. عباس لو طلعت انت اللي عملتيها هقتلك. أي حد ممكن يقتلك. لو كان الموت كفاية كان ربنا عاقب بالناس مش بالعذاب. ما كانش خلق جهنم. بعد كده الاعلام بيسخن بقى، وبنشوف بقى ايه الاكشن، وعمرو سعد بقى بيمسك ده وبيضرب ده. حتى الصدر الكل قادر عليه، بس مش قادر على اللي بعديها. اخوكوا الجرح ابو العباس من السبتية، وبيقولوا لي يا سيد الناس وسيد القوم خادمهم. نرجو ان تكونوا قد استمتعتوا معنا بالخدمة. محمد سامي واللي شفناه في مسلسل جعفر العمدة، فتعودنا عليه ايام مسلسل الاسطورة، وبعد كده البرنس، وبعد كده نسل الاغراب، وبعد كده في جعفر العمدة، واكيد ده اللي هنشوفه في مسلسل سيد الناس، ان البطل بيبقى بطل خارق ومفيش حد بيقف قدامه. وبعد كده في نهاية الاعلان بنشوف الفنان احمد زاهر بيسأل جرحي وبيقول له هو انت عاوز توصل لايه يا جرح بالظبط؟ وبينتهي الموسيقى التصويريه. من الواضح ان المسلسل ده الموسيقى التصويريه بتاعته جامده جدا، ده غير ان الاغاني اللي هتكون في المسلسل والتترات وكل الاغاني اللي هتكون
من جوه المسلسل كمان لاحمد سعد اللي ورانا جمال في جعفر العمدة. طبعا هنا اخوه عمرو سعد اللي بيبقى موجود دايما في اعماله، بيغني كل اغلب تلات مسلسلاته. فالموسيقى التصويريه حلوه جدا تشدك جدا، فاحنا منتظرين والواحد منتظر ايه المسلسل ده. طبعا المخرج الكبير محمد سامي والخلطه بتاعته اللي بيعملها والخلطه اللي بيعملها في اعماله، ان هو ازاي بيقدر يشدك ويقعدك قدام الشاشه لحد الاخر، واللي هو انت مستني الحلقه التانيه بفارغ صبر عشان تشوف ايه اللي هيحصل. فدي حاجه كويسه جدا وحاجه حلوه جدا وبيخليك متحمس جدا من اول حلقه لاخر حلقه، والاخر دقيقه في الحلقه انت موجود عارف ان ممكن في اي لحظه اي حاجه تحصل. فالواحد متحمس جدا للعمل، الواحد متحمس جدا نشوف عمرو سعد مع محمد سامي هيقدموا ايه. فاكيد مسلسل سيد الناس من المسلسلات اللي الواحد هيتابعها ويتفرج عليها للاخر. بس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، اتكلمنا عن كل حاجه ليها علاقه بمسلسل سيد الناس بطوله فنان كبير عمرو سعد. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمني، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. انا معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.